عاجل المغرب يرفض مساعدة الجزائر في زلزال المغرب والمخزن يرد الإحسان بالإساءة لن تصدق ماذا قال. لكن قبل المرور للتفاصيل ادعمونا بلايك للمقطع اشتراك بالقناة ونشر الفيديو في كل المواقع. رفض نظام المغرب رسميا المساعدات الضخمة التي كانت الجزائر تستعد لتقديمها وإرسالها للمغاربة كنوع من التضامن بعد زلزال عنيف جعل البلاد تنهار بشكل كلي. وكشف المغرب في بيان رسمي من دار المخزن كما تدعى سبب الرفض قائلا وصلتنا مساعدات كبيرة من حليفتنا إسرائيل وكذلك فرنسا إسبانيا إيطاليا ودول الخليج، لكن الشروط التي وضعتها الجارة الشرقية في إشارة للجزائر لإيصال المعونات والمساعدات لم ترق لنا فطلبنا منهم الاحتفاظ بها لشعبهم. وسادت حالة من السخط والغضب الشارع الجزائري بعد هذا البيان النابي والغير محترم من جهة تدعى أنها وزارية رسمية مثل ما هو موضح. وبالتالي ضيعت عصابة المخزن فرصة تاريخية للصلح مع الجزائر، خاصة أن الجزائريين طلبوا من رئيسهم تبون فتح الحدود بشكل دائم عند بداية الزلزال تضامنا مع أشقائهم المغاربة المفجوعين بهذا الابتلاء العظيم والذي يفترش معظمهم الآن الطرق والعراء هربا من هزات ارتدادية مفاجئة. نتمنى السلامة والأمن للإخوة المغاربة.